بكره ماتش مصر والمغرب في اولمبياد باريس. انا بالنسبه لي ده اهم ماتش لمنتخب مصر، لانه ما عرفش يحقق الفوز على فرنسا عشان يوصل للذهبيه، فدلوقتي ما قداموش غير البرونزيه. احنا كلنا عارفين ان منتخب مصر عمل اداء عالمي طوال البطوله. يعني انا بالنسبه لي خسرت قدام فرنسا انا ما زعلتش علشان اللعيبه ادت اللي عليها، ولكن بكره انت بتلاعب منتخب عربي. المنتخب ده واخد منك بطوله الافريقيه للمنتخبات الاولمبيه سنه 2023، فاحنا لنا عندهم حاجه عايزين ناخد. هم خدوا بطوله افريقيه على حسابك، انت تاخد برونزيه في بطوله عالميه على حساب. المشكله بقى ان الاتحاد المغربي عامل مكافاه للاعيبه بتاعه المغرب، علشان لو كسبت مصر وخدت البرونزيه كل لاعب هياخد 30,000 دولار. فوزي لرجع اللي هو رئيس الاتحاد المغربي بيحمس اللعيبه وهيدي لكل لاعب 30,000 دولار لو كسبوا منتخب مصر. الاتحاد بتاعنا بينسب البطوله لنفسه اصلا، ملوش علاقه باللعيبه. الاتحاد بتاعنا اصلا ما حمسش اي لاعب ولا قال لهم حتى ان انا هطلعكم مصيف في الساحل لو خدتوا البرونزيه على حساب المغرب. اهو دول اتحادين في وطن عربي، اتحاد خايف على مصلحه فرقته وكل سنه بيطور الفرقه بتاعته خايف على مصلحه المنتخب، واحنا عندنا اتحاد هو ملوش علاقه بالمنتخب، اهم حاجه عنده السبوبه، بناء عليه عايشين في غيبوبه. انا بالنسبه لي ان شاء الله لعيبه المنتخب قدها وهتكسب ان شاء الله وهتحقق برونزيه على حساب المنتخب المغربي. لان انا عايز اقول لك على حاجه، احنا كرويا اصلا وتاريخيا على تاريخ المنتخبات وتاريخ الانديه المغرب ديت بالنسبه لنا شيء لا يذكر اصلا. المشكله بقى ان الزملكاويه دلوقتي مش فارق معاهم ان هم ياخدوا البطوله، لان احمد السيد زيزو جاب لهم بالفعل بطوله خاصه للزمالك، وهو حضن زيزو لتيري هنري. تيري هنري بعد الماتش حضن لعيبه كتير قوي من منتخب مصر، بس جاب الحضن بتاع زيزو عشان ده حضن خاص، حضن من نوع خاص، يعني حضن برايف. وقال لك 2 اساطير بيحضنوا بعض. وقالوا كمان ان بعد الماتش تيري هنري ساب كل اللعيبه وراح مخصوص علشان يحضن احمد السيد زيزو، اسطوره نادي الزمالك واسطوره الكره العربيه والمصريه والعالميه والاوروبيه المحليه ومنها والافريقيه. فكده يبقى الزمالك السنه دي واخد كاس الكرامه وبطوله حضن هنري لزيزو. يا جدعان ارحموا عقولنا وشجعوا المنتخب. ادعوا في الكومنتات ان يا رب المنتخب يكسب بكره.